ازيكم عاملين ايه؟ ليه ادوية القولون ممنوعة في السعودية؟ او بالتحديد والادق ليه بعض ادوية القولون ممنوعة في السعودية؟ بعض الادوية يا جماعة زي الليبراكس اقراص، ودي علاج للي ما يعرفش، هو علاج بيستخدم للقولون، ولكن هو مش بيستخدم للقولون بس، هو ليه استخدامات اخرى، لان هو بيستخدم في حالات قرح المعدة والاثنى عشر والتهابات المعدة والقولون، وبتستخدم في حالات السلس البولي او المثانة العصبية او عسر الطمث. ليه استخدامات كتيرة احنا ما نعرفهاش. كل اللي نعرفه عن الليبراكس ان هو بيستخدم في حالات القولون العصبي. طيب، خلونا دلوقتي نعرف ليه الليبراكس ممنوع استخدامه في السعوديه. مبدئيا كده يا جماعه، الليبراكس بيتكون من اتنين مواد فعالين. اول حاجه الكليديوم بروميد، ودي ماده بتستخدم عشان تهدي التقلصات بتاعه القولون العصبي بتاعنا، وبالتالي لا نحس بالمغص والانتفاخات والكلام اللي بيحصل ده. تاني ماده اسمها الكلورودايزوبوكسيد. الماده دي يا جماعه تحسب على الادويه المهدئه، لأنها بتعمل على تهدئة أو تقليل التوتر، وبالتالي هتقلل الإشارات العصبية اللي بتيجي من المخ وبتروح للقولون، وبتخليها إنها تبدأ تعصف نفسها أو تقرص على نفسها أو تتقلص بشكل جامد قوي. طيب، الليبراكس في حد ذاته هو مش ممنوع في السعودية، هو يمنع استخدامه بدون وصفة طبية من قبل الطبيب، لأنه بيحتوي على مادة الكلورودايازيبوكسيد، والمادة دي بتدخل جدول في السعودية، وعشان كده هي مش ممنوع استخدامها نهائي، ولكن تمنع استخدامها من غير وصفة طبية. وعشان كده يا جماعة، لو أي حد مسافر السعودية من المقيمين هناك أو بيشتغلوا هناك، لو خد معاه الليبراكس أقراص في المطار، ممكن يوقفوه ويحصل مشكله، لان الماده دي لو هو مش معاه روشته من دكتور سعودي هناك او دكتور مقيم في السعوديه او شغال في السعوديه بتقول ان هو المفروض ياخد الليبراكس اقراص، يبقى كده هو مش هينفع يدخل بيها. طيب، هل الليبراكس اقراص هو بس اللي ينطبق عليه الكلام ده؟ لا يا جماعه، اي علاج بيحتوي على نفس الماده الفعاله اللي هي الكلورودازيبوكسيد ينطبق عليه الكلام ده. طيب، عندنا ايه تاني ممكن ينطبق عليه الكلام ده؟ عندنا حاجه زي الكولوفرين. ايه الكولوفرين؟ بتحتوي على نفس الماده الفعاله، هي بتحتوي على الميبيفرين دي بتاع التقلصات، ولكن بتحتوي على ماده الكلورودازيبوكسيد برضو، اللي هي الماده المهدئه اللي هي بتدخل في الجدول عند السعوديه. ونخلي بالنا من نقطة مهمة تانية يا جماعة، أي حد بيسافر السعودية أو دول الخليج، بعض الناس بتحب تبعت معاه حاجات لقرايبها هناك، فممكن يبعتوا معاه أدوية. ناخد بالنا لو أنا واخد معايا أي أدوية من مصر للسعودية، مش كل الأدوية اللي في مصر بينفع تروح للسعودية، ولذلك ضروري جدا تتأكد ان الادويه دي ما فيهاش اي مشكله لو دخلت المطار هناك، لانك لو دخلت بيها مثلا زي الليبراكس او مثلا زي الكولوفرين اللي انت ما تعرفش عنه حاجه وبيستخدم القولون عادي جدا، ومحدش يتخيل ان هو ممكن يكون من الادويه الممنوعه هناك، هتحصل لك مشكله. ضروري يا جماعه قبل ما ناخد اي ادويه او نسافر بيها نتاكد الادويه دي هينفع تروح هناك ولا لا، او لو عندك ضروره انك تاخد الدواء ده يبقى لازم تبقى عندك وصفه طبيه او روشته طبيه من دكتور سعودي موجود هناك. يا رب يكون الفيديو مفيد. ما ننساش لو الفيديو عجبنا نعمل لايك ونشير ونحذر غيرنا عشان خاطر ياخد باله من الموضوع ده.